تعاني من اختلاف لون البشرة، عندك اسودات في البشرة، عندك هكا البشرة تكون باهتة. اليوم راح نتشارك معاكم وصفة منزلية بمكونات طبيعيين متوفرين عندنا في البيت باش نعالجوا مشاكل البشرة، باش نعطي تفتيح ونعطي تنعيم للبشرة. مرحبا بالجميع، ان شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا لليوم ياسر سهلة البنات. عندي بياض بيضة، عندي نصف حبة ليمون، وعندي البنات باش نضيف لهم المايزينا النشا، نشا الذرة، باش نجي ونضيف لهنا البنات النشا. راح نضيف لهنا غرفة طعام كيف ما تشوفوا، باش نجي نضيفهم هكا ونعصر عليهم شوية ليمون. بالنسبة للناس اللي عندهم الحساسية من الليمون تنجم تبدليها بماء الورد. إذا كنت وجهك البشرة متاعك تتحسس من الليمون تنجمي تبدليه بماء الورد. باش نجي البنات ونضيف هاي الحبة متاع نصف الحبة متاع الليمون ونمزجهم البنات. نحب القوام يكون كريمي، ومن بعد نكمل معكم طريقة تطبيق الوصفة. البنات الوصفة أنا حضرتها باش نجي ونطبقها كيف من العادة. البنات نحاولوا أن نطبقوا الوصفة ديما على البشرة تكون نظيفة. نغسل بشرتي نشفها ومن بعد نطبق الوصفة ونخليها للمدة اللي تجف. من بعد نغسل وجهي بالماء يكون دافي. طريقة الوصفة لهنا، طريقة الاستعمال ياسر سهلة البنات. ما نجمش نحدد لك الوقت اللي تخليها على الوجه لأنه الطقس سخون، يعني تنجم تجف في نقول 20 دقيقة، كيف ما تنجم تجف في 10 دقائق. المهم حاجتنا بها تجف مليح، ومن بعد نغسلوا وجهنا بالماء يكون فاتر. لهنا البنات الوصفة تنجمي تطبقيها 3 مرات 4 مرات في الأسبوع. ومن المستحسن اني نطبق الوصفه في الليل لانها باش ما عادش البشره تتعرض لاشعه الشمس، وهكاك تعطي نتيجه ما احسن. البنات اذا عندكم اي اقتراح فيما يخص الوصفات خلوا لي في التعليق. ما تنساوش البنات بارطاجيوا الوصفات، حاولوا انكم يعني اذا عجبتكم الوصفه تحطوا اعجاب للوصفه. واذا عندكم اي تساؤل مرحبا بتعليقكم، الناس الكل مرحبا بكل بالاقتراحات اللي تعطوهم لي، وانا نحاول اني نجتهد ونجاوبكم على اقتراحاتكم. دمتم في رعايه الله، وان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل.